عندي كم حكاية لبعض أولياء أمور الطلبة. كلامي للبعض، للأسف الشديد بعض الطلاب من يستلم النتيجة راسب ما يحسب يصحح خطأه، يحسب فقط شلون راح يواجه أبوه أو ولي أمره. يعني قد يحاول إيذاء نفسه أو يحاول الهرب أو يستسلم لأمر الواقع ويتحمل العقاب. وأيضا بعض أولياء أمور الطلبة، يعني للأسف الشديد هو ناس عنده ابن يدرس، ناس عنده ابن يروح للمدرسة ما يدري بيه، يداوم ما يداوم ويحضر ما يحضر، الامتحانات الشهرية ما يدري بيها، وبالتالي بنهاية السنة من يجي راسب يبرز عضلاته ويعاقبه. فيا أخي العزيز، إذا تريد ابنك ينجح حاول تراقبه من بداية السنة، يعني من أول يوم يبدي يداوم أحاول قدر الإمكان كل أسبوع أروح للمدرسة وأطلع على مستواه، أسأل تحضير اليومي، حضوره، الامتحانات الشهرية، وبنفس الوقت أستخدم الثواب والعقاب حتى يحقق نتيجة مرضية. أنت مو بنهاية السنة يجيك راسب وأنت أصلا مو يمه. وأيضا أكو ملاحظة مهمة، إذا أجاك راسب مثلا أحاول أنطيه جرعة من الأمل، مو أحاول أزرع الخوف بقلبه، لأن تعرفون الخوف يأثر على الطالب. أحاول أنطيه جرعة من الأمل، بابا هذا الامتحان راح، بابا هذا الشيء راح انتهى، حاول قدر الإمكان تستعد لامتحان الدور الثاني حتى يصير عنده واهس، حتى يصير عنده رغبة، حتى من يقرأ يحفظ ما ينسى بسبب الخوف. أتمنى وصلت الرسالة. أخوكم علي تاغي السلطاني، إلى اللقاء.